يا مساء الفل عليكم يا جماعة، أو صباح الفل على حسب برضو التوقيت اللي انت بتشوف الفيديو بتاعي فيه. عايز اتكلم النهاردة في حاجة كده، يعني الناس الأشرار أو يعني الرسائل المحبطة من المصريين اللي موجودين في أمريكا للناس اللي هي بره أمريكا يعني. عشان كان في كومنت كده كان نازل لي في الفيديو، واحد بيقول اللي هو لا دي امريكا كلها ناس شحاتين، امريكا ناس كلها واقفه في اشارات المرور، الناس كلها بتنام في الشارع، الناس كلها هنا محدش لاقي دولار، معدل الجريمه مش عارف ايه وكلام ايه. بسم الله ما شاء الله على الشخص ده، كاتب عريضه يعني، موضوع كبير قوي. تمام، وهو في امريكا يعني. ولا يا جماعه ما تجوش امريكا، وامريكا صعبه والحياه وحشه جدا، الناس كلها بتشحت، الناس كلها واقفه في اشارات المرور، الناس النهارده. بس بالمناسبه كده الجو النهارده حر بطريقه مش طبيعيه يعني هو لو كان قال كومنت ان الجو حر النهارده كنت قلت له انا متفق معاك يعني. المهم، فلقيته بقى ايه كاتب كلام كبير اللي هو فيما معناه بصوا اللي هيجي امريكا هضربه. امريكا وحشه، اوعى حد يجي امريكا. بصوا يعني اللي انا اقدر اقوله له حاجه واحده بس، يعني انت مثلا شايف ان امريكا وحشه قوي كده، وانت راجل بتشحت ونام في الشارع ومش لاقي تمن الاكل ومش لاقي حق الوجبه وواقف بتتسول في اشارات المرور والناس والموضوع كبير طيب يا عم، انا يعني هقول لك على حاجه والله، ما رجعتش ليه؟ يعني حاجه بسيطه جدا يعني. انت طالما شايف ان الموضوع، لا يا عم ارجع شوف بقى، انت من مصر هو مصري. طب ما ترجع. طب انت قاعد هنا ليه مثبت فيها ليه كده؟ ارجع يا باشا، معلش اقعد يا باشا في حضن والدتك ووالدك، وهتبقى اكل شارب نايم ببلاش، وهتلاقي اللي شغلك بقى ب2000 ب3 ب5 ب7. تمام، وكده مقضيه بقى، انت راجل بتشحت في امريكا بقى، وامريكا مش عامله لك حاجه، وامريكا ضيعتك، وامريكا ودتك في 60 داهيه. يعني انا لو مكانك، تمام، لا والله انا لو جيت لقيت الوضع كده وان انا مش مرتاح وان الدنيا مش ماشيه زي ما انا عايز، او مش هقدر احقق تارجت معين سواء في فلوس او في ورق، لا يا باشا طيارتي وانزل بلدي، انا يا باشا ابقى شحات في بلدي بقى. تمام، فاللي انا اقدر اقوله يعني اتقي الله في الكلام اللي انت بتقوله للناس. وانا يمكن في من فيديوهين 3 كده انا قلت والله العظيم 3 يا جماعه، الا من رحم ربي، يعني احنا كلنا فينا الكويس وفينا الوحش. والله اكتر الناس اللي بتقول امريكا وحشه دي، وانت خش قول له كده، قول له طب امريكا وحشه وانت راجل بتشحت وراجل بتتسول، وامريكا كلها مكسيكان، وامريكا كلها اسبان، وامريكا كل الدول دي كلها تمام قاعده هنا مرميه في الشوارع وبتاع. طيب ارجع يا عم، احنا اللي نملك تذكره الطيران وارجع مصر. شوف انت كده ايه، شوف انت الموضوع ايه. هنا يا باشا في مصريين رجاله كتير قوي، انت عم متضرر ومش عارف ترجع، يا باشا تيكت طيرانك عليا انا ارجعك. فبالله عليكم يا جماعه، والله انا بقول بما يرضي الله. تمام، واغلبيه الناس الا برضو من رحم ربي ما بتحبش توصل المعلومه للناس بما يرضي الله. سبحان الله، احنا كمصريين بالذات على فكره نحب حته اللي هو انا عايز اعيش لوحدي، انا عايز اعيش لوحدي ومش عايز حد يعيش معايا. يعني اللي هو انا مثلا حالي كويس، الدنيا ماشيه معايا كويس، باخد مرتب، بعرف ادفع ايجاري، بعرف اعمل ملمين. سبحان الله والله، ببقى عايزين نعيش بس احنا بس، يعني انا بس اللي اعيش ومفيش مصري تاني يعيش. وبرضو الا من رحم ربي، يعني في فئه من المصريين والله العظيم ربنا يعلم يعني. انا يعني هقول على حاجه، انا يعني مش هقول ده عشان هو صاحبي والله، وهو لا، يعني هو صاحبي ده راجل مع اغلبيه الناس والناس كلها بتشكر فيه. يعني من ساعه ما انا نزلت من المطار استقبلني في المطار هو ووالده، بيته كان مفتوح لي، كل حاجه معموله لي، كل الخط جاب لي كل حاجه. يعني في مصريين جدعان، وهو ما عملش معايا مثلا كده عشان انا صاحب عمره ولا عشان، لا هو يعني انا لما رجلي دخلت هنا هو ما شاء الله يعني انسان خير وعامل الخير مع ناس كتير. تمام،
فده برضو يعني محدش ياخد الفكرة بتاعتي ان انا بجمع، بس هي للأسف هكون انا صريح، هي الأغلبية. والله يا جماعة انا لو شايف ان الموضوع وحش، انا راجل في غربة، فانا بوصل المعلومة بما يرضي الله، باللي انا عشته وباللي انا شايفه. انا بكلمك من وانا في امريكا يعني. تمام. الحياة ممكن تكون صعبة في حاجة معينة، اللي هو مثلا عدد الساعات كتير. فانت ممكن تلاقي واحد عامل لك فيديو يقول لك يا عم اقعد ساكت، ده انا بشتغل 14 و15 ساعة في اليوم. قول له يا حبيبي ما انت بتاخد تمنهم ايه؟ يعني بالله عليك ما تتعبناش يا عم، هو القبض هنا بالساعة يعني. واغلبية الناس اللي قاعدة في امريكا هتشوف الفيديو ده هتصدق. الناس اللي عندها ضمير وبتحب توصل المعلومة للناس بما يرضي الله. فانت قبل ما تقول ان امريكا لا وحشة وامريكا صعبة وامريكا اتقي الله، انت في غربة عشان ربنا يوقف لك ولاد الحلال. زي ما انت بتوصل المعلومة باللي انت عايشه بما يرضي الله، خلاص يعني قول اللي انت شايفه هنا. وانا مش انا المصري الوحيد في امريكا يعني، في مصريين بالهبل. تمام. وفي الولاية اللي انا فيها دي كمان كتير. يعني خليك محترم، حاول توصل المعلومة بما يرضي الله. وزي ما انا بقول لك، انت يا عم شايف ان انت راجل شحات، انا مش بشتمك، انت وصفت نفسك بكده. انت راجل شحات، انت راجل بتشحت، انت بتقف في اشارات المرور، الناس بتنام في الشوارع، الناس مش عارفه ايه، ان معدل الجريمه مش عارف مين بتاع. ارجع تواصل معايا على الخاص، والله العظيم 3 والله انا احجز لك تيكت الطيران. بس انا متاكد 1,000,000% ان انت لو كلنا رجعنا مصر، انت اخر واحد هترجع مصر. فاتقي الله في المعلومه اللي انت بتقولها للناس. انت شايف حاجه سلبيه، قول ان في كذا، في حاجه انا شفتها سلبيه في المكان ده. او من السلبيات، انا ما بقولكش امريكا هي الجنه يعني، انا قعدت في امريكا وقعدت في اسبانيا وقعدت في هولندا يعني الحمد لله احنا لفينا الكوكب كله. ومصر هتفضل في دمنا وفي قلبنا. احنا ممكن نكون معترضين على شويه حاجات، بس هي مصر هي في دمنا يعني. معنا بقى جنسيه تانية معناش جنسيه تانية، هي مصر في القلب. بس بالله عليك، انت اخر واحد، وانت عارف كده، انت اخر واحد. لو كل المصريين في كل دول العالم، امريكا بقى وفي اوروبا، رجعوا مصر، انت اخر واحد هترجع مصر. وبقولها لك للمره الاخيره، والله انا ما اعرفكش. تواصل معايا على الخاص لو انت الدنيا معاك بايظه خالص وعايز ترجع مصر فعلا. انا احجز لك تيكت الطيران على حسابي، انا ارجعك مصر. فبلاش افلام، بلاش حوارات. بصوا يا جماعه، هتيجي من بلدك من وانت في مصر حاطط قدامك تارجت معين هتوصل له. انا قلت في اول فيديو انا عملته، الجامع والكنيسه او بيوت ربنا موجوده، والنايت وان انت بقى تمشي في السكه الشمال دي موجوده. عايز تصرف في اليوم $10، وفي ناس بتصرف في اليوم 1000 و1500 دولار. انت جاي امريكا مثلا عايز تقعد ال5 شهور بتوعك او ال6 شهور تعمل فيهم رقم معين، هتعمله. اشتغل يا باشا 14 و16، اشتغل يا عم 24 ساعة. انت جاي متغرب، انت سايب اهلك يعني. فاللي انت عايزه انت هتعمله. انت جاي بقى مثلا عايز تتدلع وعايز بقى بنات وخروجات وبتاع، في برضو، بس هيبقى فعلا بقى في الوقت ده انت مصيرك زي مصير الشخص اللي كان سايب كومنت سلبي قوي بالمنظر ده يعني. عايز تعمل حاجة هنا هتعمل. وانا الكلام ده انا مش عايز اقعد اعيده وازيده كتير، انا عشان بس اكون انا ريحت ضميري. معلش يا جماعة انا بعرق بطريقة مش طبيعية يعني، الجو النهاردة غريب. فامريكا هتساعدك في اللي انت عايز توصل له. تمام. الجامع موجود والشمال موجود، الشغل موجود والصرمحة موجودة، وانت وحلمك وانت واللي انت ناوي تحققه قبل ما رجلك تيجي امريكا. تمام. فاللي عنده معلومة يا جماعة بما يرضي الله ايجابية يقولها، اللي عنده حاجة سلبية برضو يقول الحاجة السلبية. انا في كذا شفته سلبي في امريكا،
في كذا انا شفته سلبي في امريكا. بس يا ريت احنا لما بنوصل الحاجة السلبية للناس، فانا بوصل السلبي علشان خاطر الشخص اللي جاي امريكا يتجنبها، مش ان انا اكره الناس في اقوى دولة اقتصاديا على مستوى العالم. ويعني الناس يعني المصري مش اهبل، فانا لما اجي مثلا اقول لشخص الولاية دي فيها كذا غلط، يا ريت لو انت هتروح المكان ده تجنب كذا، فانا بنصحه علشان يجي بدل ما ياخد خبطتين تبقى مثلا خبطة. لو هياخد خبطة يبقى انا نبهته فما ياخدش خبطة، فيمشي في سكته بسلام ويحقق اللي هو عايزه. فاحنا لما بنوصل السلبيات، ده الانسان العاقل يعني اللي بيتكلم على حاجة هو شايفها، هو بيوصل السلبي بتاعه علشان خاطر الناس تتجنبه، علشان خاطر الشخص لما يجي امريكا يقول لك ده في حد كده كان بيقول ان في 1 و2 و3 الولاية دي مثلا السلبي فيها ان هي فيها كذا، الولاية دي غالية، الولاية دي رخيصة، الولاية دي اعرف اعمل فيها ورق بسهولة، الولاية دي لا اللجوء فيها صعب. احنا يعني كلنا بنتكلم علشان خاطر الشخص اللي هيجي امريكا يتجنب بعض الحاجات اللي الناس في امريكا بتقولها له، علشان خاطر مثلا بدل ما هو يقدر يعمل جنيه في شهر، لا يقدر يعمل 3 و4 في الشهر. ده الفيديو اللي انا كنت عايز اعمله النهارده. ده انا بس والله اتاخرت عشان قلت اطلع اتمشى شويه، وريتني ما اتمشيت والله. بصوا منظري عامل ازاي، الدنيا بايظه خالص النهارده، الجو غريب يعني. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. اللي عنده كومنت، عنده عايز يسالني في اي حاجه، انا الحمد لله برد على كل الناس في الكومنتات يعني. وبرضو انا زي ما انا قلت الفيديو اللي فات، لو في حاجه انا شايف ان هي تستدعي فيديو كامل فانا هعمل عنها فيديو كامل، تمام. وانا اتمنى والله العظيم لكل الناس التوفيق من كل قلبي، وان الناس كلها تيجي امريكا، او ان هو اللي عايز يروح اوروبا او اللي عايز يروح اي حته ربنا ييسرها له وييسر له الحال في البلانز اللي هو حاططها لنفسه. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. في اي حاجه سيبها لي في الكومنت، عندك اي سؤال عايزني ارد عليه سيبه لي في الكومنت يخص امريكا في الوقت الحالي. بس كده، السلام عليكم.